قصر الوقاد. هتتعجب لما تمشي في صحراء المماليك اللي هي القرافة اللي عند الإمام الشافعي، هتفاجأ إن في قصر كبير قوي على الطراز المملوكي. قصر موجود وسط القرافات، وسط القرافات عشان إخواننا العرب اللي معانا على القناة، اللي هي المقابر. هتفاجأ إن قصر الوقاد اللي كان بيرجع ملكيته لأمراء مصريين، لخديوي مصر، لأمراء بنوا القصر في مكان واتنقل للمكان اللي في صحراء المماليك، قصر الوقاد. تعالوا نغوص بقى في التاريخ ونتكلم ونقول إن في منتصف القرن التمنتاشر قام بدر الدين العيني باشا، وعندنا شارع اسمه القصر العيني، وده هتعرفوا قصته دلوقتي. وده كان أحد أثرياء المماليك البحرية